السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بدنا نحكي بموضوع كتير كتير حساس وبدنا نحكي عن الحملة تبع أنا لست شجرة. يا أخي، وقت استقبلت ألمانيا ملايين اللاجئين ما اشتغلت على تجميعهم وعزلهم عن المجتمع، بالعكس اشتغلت على موضوع الاندماج، لأنها كانت وبتعرف إنه أي مجموعة بشرية إذا تقوقعت على نفسها سنوات طويلة رح تتحول مع الوقت إلى بيئة خصبة للخوف والكراهية والتطرف والصدام. لهيك أنا بستغرب من الدعوات اليومية لمقاطعة العلويين وعدم التعامل معهم أو البيع والشراء والزواج منهم. أنت اليوم إذا دفشت مئات آلاف الناس ليتجمعوا مع بعض ويعيشوا مع بعض ويشتغلوا مع بعض ويخافوا مع بعض من المجتمع يلي حواليهم، فأنت عم تساعد بشكل مباشر على صناعة مجتمع مغلق يكبر فيه الشعور بالاستهداف والحقد والرغبة في الانتقام سنة بعد سنة. خذ مثال، في قانون بسنغافورة اسمه EIB يفرض نسبة معينة من الأعراق داخل كل عمارة ومنطقة سكنية حتى لا تتكون أحياء مغلقة لقومية واحدة. يعني الهدف من هذا القانون هو منع التكتلات العرقية وتعزيز الاختلاط الاجتماعي. القانون لا يتعلق بالدين أو الطائفة بشكل مباشر، لكن يتعلق بالعرق أو الإثنية، صيني، هندي، آسيوي، عربي إلى آخره. بالتالي بشكل أو بآخر تنوع ديني أيضا، مسلم، مسيحي، بوذي، سيخي اللي هو. السبب التاريخي لهذا النظام أو القانون أنه سنغافورة مرت بتوترات وأعمال شغب عرقية في الستينات، فصار عندهم هوس رسمي بفكرة الانسجام العرقي ومنع الأحياء المنعزلة. فيك تتأكد من جوجل، اكتب EIB سنغافورة بيطلع لك القانون وكل ما موجود فيه على جوجل. كلامي هون غير طائفي، هذا حل للسلم الأهلي من وحي مشكلة موجودة بالمجتمع السوري وعززها حافظ الأسد. كيف عززها حافظ الأسد؟ نقل العلويين إلى المناطق السنية للسيطرة على السنية واستلام كل الوظائف الخاصة بالأمن والمخابرات والجيش، وبنفس الوقت حافظ على المناطق العلوية كعلوية خاصة. أبدا، هيك عمل حافظ الأسد حرفيا. وجود هيك قانون بسوريا أصبح ضرورة ونتيجة بعد الإجرام والمجازر والفظائع اتجاه السنة التي شهدناها خلال الثورة السورية من بيئة كانت حاضنة للنظام الأسدي. الحل يبدأ بالاعتراف أولا بالحقائق، وبعدها وضع قوانين تمنع تكرار الحدث وتمنع وجود مناطق علوية خاصة أو درزية خاصة أو مسيحية خاصة أو سنية خاصة، مثل ما عملت سنغافورة حرفيا. الدولة اليوم مشكورة لكل جهودها، عم تحاول تفكك أسباب الصراع، بس مو قدرانة. ليش مو قدرانة؟ لأنه مساحة الحرية الموجودة بسوريا حاليا عم تستثمر بشكل خاطئ. من هذا الاستثمار انك تنشر هاشتاج انا لست شجرة. انت عم تعيد انتاج المشكلة من جديد. الخطأ يحاسب عليه صاحبه فقط، والمجرم يحاسب على جريمته. اما تحويل مئات آلاف الناس إلى جزيرة معزولة فهذا مو حل، بل مشروع وأزمة مؤجلة. إذا أنت كنت بتعتقد أنه عزل العلويين رح يحل المشكلة، فأنت بالحقيقة عم تزرع بذور مشكلة أكبر لأولادك ومن ثم أحفادك. لأنه المجتمعات المعزولة والخائفة ما بتنتج استقرار أبدا، بل تنتج احتقان وصدمات جديدة عند أول أزمة تظهر. إذا بدنا نطوي صفحة الحرب فعليا، فنحن بحاجة لسياسات اندماج وعدالة اجتماعية، لا لسياسات عزل ومقاطعة.
هلأ بنطلق واحد بيقول لك كلامك فيه روح، لكن عن دمج ناس طبيعيين مسالمين وإلى آخره. أما مو طائفة 3/4 شبابها ورجالها مجرمين والباقي عندهم حقد كبير اتجاهنا، مع عقول متحجرة منغلقة وعم يستنوا الفرصة لينقضوا علينا. كذلك يعني محيطهم السني كرهانهم لدرجة انه مو قادر يسمع حتى لهجتهم. اوكي، انا ردي رح يكون على اللي رح يكتب هيك شيء او اللي رح يحكي هيك شيء او اللي عم يفكر بهيك شيء: معلم، نعم في نسبة كبيرة عندها حقد او افكار سيئة او حتى شاركت بالاجرام، بس سؤالي شو الطريقة اللي بتخفف هالشي عند الجيل القادم؟ يا أخي، الإنسان ما بيولد مجرم ولا حاقد، الإنسان بيكتسب هاي الأفكار من البيئة والتربية والتجارب اللي بيعيشها. إذا عزلت الناس عن المجتمع وخليتهم يعيشوا بخوف وتوجس ومظلومية، فأنت عم تخلق البيئة المثالية لاستمرار الحقد ونقله للأولاد ومن ثم الأحفاد. أما إذا اندمجوا بالحياة والشغل والعلاقات اليومية وصار في احتكاك طبيعي بين الناس، فهون بتبلش كتير من الصورة النمطية والخرافات المتبادلة تنهار لحالها. طبعا هذا ما بيعني نسيان الجرائم ولا التنازل عن العدالة الانتقالية. المجرم يجب محاسبته، والقاتل يجب محاسبته، وصاحب الدم لازم ياخد حقه. بس بنفس الوقت لازم يكون في حوار حقيقي بين السوريين بكل طوائفهم وأديانهم وأفكارهم، لأنه البديل عن الحوار مو سلام أبدا، البديل هو بقاء الخوف والحقد متراكم لجيل جديد بعد جيل. وصدقني إذا في حدا مستفيد من اندماج الناس ضمن دولة واحدة وقانون واحد ومجتمع واحد، فأولهم المسلمين والدولة وسوريا عامة. لذلك أنا برجع وبكرر إني أنا ضد حملة أنا لست شجرة. يا أخي شو الاسم الغريب العجيب أنا لست شجرة.